دلوقتي النادي الاهلي بيجهز ل7 صفقات بعد المستوى الهزيل بتاع كاس العاصمه. كاس العاصمه اللي ظهر لعيبه كتير قوي قوي قوي، كنت تيجي تتكلم معاه تقول لك عايزين نجدد و30 و40 مليون. كاس العاصمه خلاهم محدش فيهم يستاهل 50,000 جنيه، محدش فيهم يستاهل المبلغ اللي هو طالبه. ده عبد القادر هيروح الزمالك، ده مش عارف يا عم، اللي عايز يمشي يمشي. النادي الاهلي دلوقتي خلاص خلص يوسف بالعمري بتاع منتخب المغرب، هيخلص اللعيب النهائي بتاعه ويرجع على القاهره على طول. والنادي الاهلي كمان موضوع احمد عيد اللي كان جاي من مصر الباك اليمين، الموضوع ده مقفول دلوقتي. ما هو انت دلوقتي عندك محمد هاني واحمد عيد الاثنين بيلعبوا منتخب مصر، واحمد عيد قاعد لمحمد هاني في منتخب مصر، فانت هجيبه كمان الاهلي تقعد محمد عيد بره، فانت كده هتعمل ازمه في الجبهه اليمين بدون اي كلام. وعندك كمان ابراهيم الاسيوطي اللي لسه طالع الناشئ اللي عنده 20 سنه بيلعب برضه باك يمين. وبعد الاعاره السنه الجايه راجع لك يوسف سيد عبد الحفيظ برضه باك يمين. فلازم نفكر يا جماعه في الصفقات اللي داخله النادي الاهلي. اللاعب اللي هيجي مش هيدعم الاهلي ما يجيبوش وما يتعاقد معاه، ومش هنفضل نجيب كل لعيبه ونمشي اخر الموسم وده ب60 وده ب50 وكل لعيبه اخرها مليون جنيه. بس ده الرزق بتاع ربنا. بس انت بتاخد بقى مبلغ اعمل بيه، مش تيجي تقعد دكه وتيجي بعد ما عقدك يخلص وانت اصلا ما لعبتش. انا عايز 50 مليون جنيه وعايز 60 مليون جنيه. يا عم اثبت نفسك وخد اللي انت عايزه، اثبت نفسك واقعد في اي نادي، حط رجل على رجل، اطلب اللي انت عايزه.